أسطورة ليفربول يشيد بمحمد صلاح، أقلق دفاعات توتنهام بخطورته. كريستيانو رونالدو يفاجئ محمد صلاح بعد التواجد معا في التشكيل الأفضل في القرن ال21 من الدوري الإنجليزي. أشاد أسطورة نادي ليفربول جون ألدريج بمستوى محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال مباراة توتنهام في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وشارك محمد صلاح في هزيمة ليفربول أمام توتنهام يوم السبت الماضي بنتيجة 2-1، ولكن تم استبداله في الدقيقة 76 من زمن المباراة بعد الطرد الثاني لصالح دييغو جوتا. وكانت المباراة درامية بشكل كبير جدا بعد إلغاء هدف لويس دياز، والذي اتضح بعد ذلك بأنه هدف صحيح تماما باعتراف من لجنة التحكيم الإنجليزية. وكتب جون ألدريج في مقالة عبر صحيفة سانداي وورلد البريطانية بعد طرد كورتي جونز في المباراة: كنت تشعر بأن ليفربول قادر على تسجيل هدف من هجمة مرتدة. وتابع أيضا: لم يدخر محمد صلاح جهدا في المباراة، كان يركض بسرعة كبيرة مما أقلق دفاعات توتنهام بخطورته. وأكمل أيضا عن الهزيمة أمام توتنهام: على ليفربول النهوض مرة أخرى، عدم الوقوف كثيرا أمام تلك النتيجة باعتبارها لن تتكرر مرة أخرى، لأنني أحب حقا ما يقدمه هذا الفريق الموهوب والشجاع. أجرى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حوارا صحفيا مع موقع نادي النصر الرسمي بعد اختياره في تشكيل أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي في القرن ال21. وبسؤاله عن تواجد محمد صلاح كلاعب عربي في التشكيل، قال كريستيانو رونالدو: محمد صلاح قدم مستويات رائعة مع ليفربول خلال 6 سنوات، وقاد ليفربول للفوز بجميع البطولات الممكنة حتى على مستوى الجوائز الفردية. صلاح يستحق التواجد في التشكيل بجانب تيري هنري. وأكمل الدون: الغريب هو أنه لا يوجد أي لاعب من مانشستر يونايتد باستثناء ريو فرديناند الذي كان أكثر الداعمين لي خلال فترة تواجدي مع مانشستر يونايتد، وأنا أحترمه كثيرا. لقد كان سبب رئيسي في تتويج الفريق بالبطولات. وتعجب كريستيانو رونالدو من تواجد كايل ووكر في التشكيل وقال: يوجد لاعبين أفضل من كايل ووكر كانوا يستحقون التواجد في التشكيل. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسة المرمى بيتر تشيك، في الدفاع أشلي كول وجون تيري وريو فرديناند وكايل ووكر. أما في وسط الملعب كيفن دي بروين وستيفن جيرارد وفرانك لامبارد. أما في الخط الهجومي الناري كريستيانو رونالدو بجانب تيري هنري والنجم المصري محمد صلاح. وبكده بنكون وصلنا لنهاية جميع أخبارنا النهاردة. اتكلمنا معاكم عن تصريحات أسطورة ليفربول جون ألدريج عن محمد صلاح بعد الهزيمة أمام توتنهام، وكمان اتكلمنا معاكم عن تصريحات كريستيانو رونالدو عن محمد صلاح بعد التواجد معا في التشكيل الأفضل في الدوري الإنجليزي للقرن ال21. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة، ونشوفكم إن شاء الله فيديوهات تانية قريب.